فترة التسعينات في السينما المصرية كانت فترة مهمة جدا، خاصة في النص الأول منها، تحديدا خماسية المخرج شريف عرفة والكاتب والسيناريست وحيد حامد والزعيم عادل إمام. ليه بقول مهمة؟ لأن الناس دي عملت لنا أفلام زي المنسي، الإرهاب والكباب، اللعب مع الكبار، والفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فيلم طيور الظلام. طبعا الفيلم الخامس النوم في العسل، بس يعني ايه، مشي الدنيا معايا يعني. أول مرة تسكن في العالي؟ أول مرة، بس مش هتكون آخر مرة. تحت في خنقة، زحمة وفقر وهوا فاسد، وناس ماشية في الشوارع بتخبط في بعض. احنا خلاص مش هنعيش تحت تاني، هنعيش دايما فوق. Today I am going to make a new video, so please whatever. في البداية أنا مش جاي راجع الفيلم، أنا جاي أتفلسف شوية، يعني إيه، خلينا نقول إن أنا جاي أتحنيك، فاهم؟ فمعلش الفيلم ده سياسي جدا، أو أكشلي مش الفيلم، هي الخماسية كلها. فخلينا نركن بقى السياسة دي على جنب شوية ونسأل الأسئلة المهمة اللي مخلياني أصلا أعمل الفيديو ده. ليه فتحي نوفل بعد ما كان محامي ملتزم بقى انتهازي؟ فتحي نوفل كان صاحب مبادئ ولا كان وصولي؟ تعالوا نشوف الكلام على ايه. وقبل ما نشوف الكلام على ايه، خليني بس ابدي اعجابي بالاسم بتاع فتحي نوفل، لانه اسمه مركب جدا ولذيذ. يعني فتحي نوفل، انت مش فاهم يعني ايه نوفل اصلا. فخلينا نكمل الحلقه واحنا بنقول نوفل، مش هنقول اسم فتحي ده. طيب اوكي ماشي. لو دورت في ويكيبيديا او سينما دوت كوم هتلاقيهم بيعرفوا الشخصيه الرئيسيه بتاعت نوفل على انها كانت شخصيه ملتزمه، وبالتبعيه اتحولت لشخصيه انتهازيه، في حين ان الاوبننج سين بتاع او الافتتاحيه بتاعت الفيلم كانت بتوضح انتهازيه واستغلاليه الشخصيه دي للموقف لما طلب مبلغ مالي 4 أضعاف من المبلغ اللي اتعرض عليه. ده بالنسبه لي كان بيوضح ان احنا رايحين مع شخصيه ذكيه وبتستغل الموقف صح، وهنا ده شيء ما يعيبش الشخصيه، بالعكس ده شخص عارف اللعبة كويس ومقدر نفسه. مش بس كده، نوفل كان شخص عنده بعد نظر في القضية اللي اتعرضت عليه وجاية من طرف مين اصلا، علشان من هنا يبدأ الفيلم وهو بيوضح لك انك داخل على تحفة فنية كتابية اخراجية والتمثيلية من الثلاثي وباقي صناع الفيلم. وحاجة جانبية كده، وانا بتفرج على الفيلم او عامة لما بتفرج على افلام مصرية قديمة، بلاقي ان الحوارات اصلية فيها اصالة كده، حوارات مش اصالة اللي بتغني، حوارات تقيلة تقف مع كل مشهد وتقول يا ولد هذا انا، يعني حاجه بتحاكي واقع فعلا سواء كان مؤلم او سعيد. وبرجع وانا بتفرج كده افتكر الاستسهال، او يعني خلينا نمشيها استسهال، يعني مشي معايا استسهال في الكتابه. يعني في 95% من الاعمال اللي بتتقدم اليومين دول وكتابه الشخصيات، يعني تحس ان انت بتتفرج على حاجه استعراضيه. What? Bro, what are you talking about, man? التمثيل يا جماعه ده تشخيص لحاله معينه او شخصيه معينه مكتوبه بشكل معين، فده بيحتاج اجاده في تأدية الدور، مش فرض كاركتر معين. اذكر انا قلت كام معين في الكومنتات، يعني مش دي قصتنا. فالكاركتر ده بيحس ان هو بياكل مع الناس، فهو هنا بيبتدي بقى يعيش بيه في الواقع، فبيختلط عليهم الامر او علينا احنا كمشاهدين. الدنيا بتخش ببعض لدرجه احنا ما بنفهمش منها حاجه. ده ناهيك عن ان انا عندي مشاكل مع طيور الظلام، يعني تكاد تكون معدومه شويه. شخصيه نوفل مش شريفه ولا صاحبه مبدأ ولا حاجه، هو كان شخص طبيعي جدا، شخص عنده شهوات وعنده مشاكل وعنده حاجات كتير قوي تخليه يتحط في مكانه منحطه. يعني انا بصراحه ما حدش قال لي كده، بس انا قلت جاي اتفلسف، يعني ايه. نوفل كان شخص وصولي بحت فعلا ومستغل للمواقف، بس ده كان ذكاء منه، يعني لا اكتر ولا اقل. خليني اقول لك ان نوفل كان شاب زي اي شاب من عيله ريفيه فقيره، وده بيبان في بعده عنهم وشغل ابوه بتاع الحصير وامه المعدده. يعني شغلانات لو انت ما تعرفهاش فمعرفتها مش هتفرق معاك كتير يعني، بس اختصارا انا هقول لك. يعني شغل ابوه ده كان حاجه حرفيه، يعني حرفي حصير، يعني حاجه زي ايه، اشغال يدويه كده، حرف يعني راجل سجادي. جابوا لنا حكومه عشان رجعناهم في شغل نضف رجلي. وامه كانت معدده، يعني كانت بتروح في العزا وبتفضل تصوبه يا لهوي وبقى وحاجات كده وبتاخد قرشين يعني. وبصراحه انا مش عارف الشغلانه دي ايه واقعها من الاعراب يعني، بس خلينا في المهم اللي احنا بنتكلم فيه.
نوفل شاب زي اي شاب مش عايز يأمن مستقبله او حاجه، هو كان عايز يخرج العيله دي لمكان انضف، وده شيء محبب شويه. ليه؟ لان العيله تأتي في المقام الاول مهما كانت علاقتك مع اهلك عامله ازاي. وحاجات تانية بقى زي ان فتحي نفسه كان عايز يكون شخص ذو قيمة ومكانة اجتماعية فوق كل القيم والمبادئ اللي كانت عند محسن صاحبه، الشخص البسيط صاحب المبادئ والأحلام البسيطة. شخصية محسن، الشخصية البسيطة اللي كان بيؤديها الله يرحمه أحمد راتب، كانت شخصية روتينية لكنه كان مبسوط وراضي. مش عارف شخصية زي دي ما زالت موجودة في واقعنا ولا لأ دلوقتي، يعني في ظل اشباه الناجحين اللي معاهم شويه فلوس جابوا بيها كاميرتين ومايكين وعملوا سيت اب شكله حلو وبيطلعوا يقولوا كلام يكرهنا في الحياه واللي عايشينها. يا جدعان بقى، يعني كل مقام مقال، يعني مش اي كلام شكله حلو بيتقال. المنطقيه ايه يعني؟ ملهاش وجود في دماغكم؟ يعني ملايين ايه اللي عايزين شباب عاديه تعملها في العشرينات؟ يعني مش ده المهم، ماشي، هو مش ده ملناش فيه. خلينا نرجع لنوفل وشخصية نوفل وحلاوة نوفل وكلام نوفل وحكم نوفل. نوفل كان شخصية وسطية، يعني كان شخص عادي، الحياة بتغيره وبيغير الحياة، شخص عادي جدا، الحياة بتاخده في دوامتها وبيعيش معاها، في تقلبات وحاجات بتحصل ولكنه بيكمل. لكن في بقى شخصية تالتة، ودي الشخصية اللي موجودة بكثرة، ودي الشخصية اللي موجودة بكثرة في مجتمعنا. يعني كثرة، مش عارف كثرة ولا ضمة، يعني مش عارف. انا بصراحه كنت يعني سقطت اسكندريه. انا النحو يعني ايه مشي. ليه بقى الشخصيه دي موجوده بكثره في مجتمعنا؟ لانه مصلحنجي فشخ، وده كان يعني باين لما انتمى لجماعه، يعني جماعه كما سرد الفيلم. انا مش جاي اقول مين صح ومين غلط، انا ماليش فيه، بس اللي يهمني هو كلامه، انه قال انا عايز اطلع عن طريق الجماعه دي لانها هتوفر لي وهتحميني وهتزودني ومش عارف ايه، تريبل اتش يعني. ف اسف يا جماعه، انا مش ههزر تاني، انا خلاص اخر مره، يعني اخر قلشه دي. المهم اصبح ايه؟ ان نوفل شخصيه وصوليه ومستغله المواقف بذكاء ودهاء حقيقي علشان يوصل للمكانه المرموقه اللي وصل لها بتصاعد احداث الفيلم. ففي النهايه يعني فيلم طيور الظلام محطه من المحطات المهمه في تاريخ الثلاثي اللي ذكرتهم في البدايه، ومحطة مهمة جدا في تاريخ السينما المصرية. فهو الفيلم حلو ويستاهل الفرجة كمنتج، يعني يخليك مستمتع بالفرجة كده، وتطور الشخصيات والسيناريو اللي مكتوب، الحاجات اللي بتتقال، المشاهد، الكلام ده كله. بس هو يعني في مشاهد بلس 18، يعني الناس اللي بيبقى عندها تحفظ وكده بتاع كام مشهد كده مش كتير يعني، فممكن تعمل لهم سكيب ومش هيأثروا معاك في تجربة المشاهدة. يعني ده يعني لو في حد لسه ما شافوش وعايز يتفرج عليه. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. تنساش الفيديو لو عجبك تسيب لي كومنت تقول لي رأيك فيه، لو حابب نكمل في فيديوهات مشابهة للفيديوهات دي ونتكلم فيها عن الأفلام والمسلسلات وحاجات تتعلق بالسينما بوجه عام. واكتب لي برضو لو حابب نتكلم عن حاجة معينة نعمل فيديو عنها، الكلام ده كله. و